ازيك يا بابا؟ ازيك يا ماما؟ مالك يا حبيبتي؟ قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين يا سهام يا ابن بطني. ما هتسيب امك تتهان من اللي يسوى واللي ما يسواش وما تجيبلهاش حقها. خلاص بقى اهدي يا سوسو بقى، مش اول ولا اخر اهانه، لسه اللي جاي كتير. في ايه يا ماما؟ ده بدل ما تقولي لي الحمد لله على السلامه كفاره يا معلم، انا محدش حاسس بيا في الدنيا دي ليه؟ الحمد لله على السلامه يا معلم. شوف اسمع بقى لما اقولك، انت لسانك ما يخاطبش لساني لحد ما ترمي عليها يمين الطلاق وتاخد العيال وتاخد كل حاجه وتجيب لنا حقنا من المفتريه بنت المفتريه دي. ايه ده ايه ده؟ ايه يا ماما؟ الطلاق مش بالبساطه دي، ما تخليهوش ياخد قرار غلط. نعم، امال احنا نتهان بالبساطه دي ونطرد من بيته بالبساطه دي؟ انت ايه يا اخي؟ ما عندكش نخوه؟ انا مش هقدر اطلق ليلى يا ماما. ليه يا اخوي؟ مش قادر على بعدها؟ صح يا مامي، هو فعلا بيحب ليلي، وبين لو مش عشان ليلي عشان البنات. لا، مش هو ده السبب. امال ايه السبب؟ انا كتبت لها شقه المريوطيه باسمها. يا لهوي يا لهوي، يا خبتك في ابنك يا سلوى، كتبت لها شقه يا ابن الهبله؟ استهدي بالله بس يا ماما، كل حاجه وليها حل، ولا ايه؟ وعلى كنت كتبت لها شقه العجم اللي بنصيف فيها كل صيف دي. الله اكبر عليك يا بابا، ذاكره حديديه دلوقتي. ما تقلقش، ابنك مش عبيط، العربيه بتاعتي بس هي اللي باسمها. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه بس؟ اعمل فيك ايه؟ طب انا من رايي بقى انك تدخل ترتاح شويه وبكره نتكلم في الموضوع ده. الله في سماه، ما هيعيش معانا تحت سقف بيت واحد غير لما يجيب لنا حقنا من العقربه دي. خلاص يا ماما، انا هسيب لكم البيت واطفش عشان ترتاحوا. ايه يا ماما ده؟ على فكره هو اللي ضاربها. مالكيش دعوه، مالكيش دعوه انت. اجري شوفي تليفونك اللي عمال يصوت ده، جاتكم القرف كلكم. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه في ايه؟ في شقه العجمي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.